كريم شاب صغير متعود يصحى كل يوم بدري يروح كليته، وما كانش بيهتم قوي ان هو يفطر في البيت. ولما كان يجوع وهو في الكليه كان ممكن ياكل اي حاجه من المطاعم اللي موجوده حواليه ويشرب معاها مشروب غازي وتمام على كده. ولما كان يروح البيت كان ممكن ياكل اي حاجه وخلاص. واستمر على كده كل يوم لحد ما بدأ يحس بإرهاق وبتعب، فقال دول يومين وهيعدوا. ولكن الموضوع تطور معاه، وفعلا التعب والإرهاق والضعف في جسمه بدأ يتملك منه. فهنا قرر ان هو يروح يكشف على الدكتور، اللي بطبيعة الحال طلب منه شوية أشعة وتحاليل عشان يطمن عليه. وهنا كانت الصدمة. الدكتور اتصدم من أرقام التحاليل بتاعت كريم. شاب صغير عنده 20 سنة، كوليسترول في الدم عالي، الضغط بتاعه مش مستقر، الأنيميا كمان عالية، وكل ده وهو صغير. أما لما يكبر هيبقى عامل إيه؟ للأسف أغلبنا بيقلد كريم ومش بيهتم بصحته، مع إنها أهم حاجة عند الإنسان في حياته كلها هي صحته. خلونا ما نطولش ونخش في الفيديو على طول. معكم دكتور صيدلي محمد عبد المطلب، وصلوا على النبي ويلا بينا. ربنا سبحانه وتعالى عطانا قوة بدنية، بدليل ان احنا لو انت اهتميت بانك تاكل اكل صحي واستمريت على التمرينات هتلاقي ان قوة ضربة ايدك ما تعادل 46 كيلو. ده وانت شاب صغير. حتى لو انت استمريت على كده، لو وصلت لحد سن ال60 وال70 هتلاقي ان القوة ضربة ايدك بقت 39 كيلو، وده رقم كويس جدا. طيب طبيعي السؤال اللي هيجي على بالنا هو احنا ممكن نوصل لكده ازاي؟ وقبل ما اجاوبكم على السؤال خليني اسالكم كام سؤال بس تجاوبوني بصراحه. اول سؤال، لو انت رايح مشوار مش بعيد هتمشي ولا هتركب اي وسيله من وسائل المواصلات المتاحه؟ وانا هنا مش بتكلم على الرياضه، انا بتكلم بس على امورك اليوميه. تاني سؤال، لو انت في مكان وتعرض عليك اكلتين، اكله عباره عن جاتو وبسبوسه وهريسه وكل السكريات الحلوه، وطبق تاني فيه فاكهه، هتاكل ايه؟ انا عارف الاجابه، بس خلينا نخش في السؤال الثالث. لو انت تعبان واثناء دردشتك مع اصحابك فواحد قالك انا خدت الدواء ده وبقيت كويس، او انا باخد الفيتامين ده وحسن لي من صحتي وبقيت افضل، هل هتسمع كلامه على طول ولا هتروح للطبيب والصيدلي المختص؟ خليني اوضح لكم نقطه. انا هنا مش جاي اقول لك تاخد ايه من الادويه اللي تحسن صحتك او تعالج مرض معين، قد ما اني عايزك تفهم صحتك شغاله ازاي وجسمك المنظومه دي ماشيه ازاي فيها. زي الموبايل اللي في ايدك، انت بتفتحه عن طريق البصمه الصباع او عن طريق الفيس انلوك او اي طريقه المصنع قايل لك عليها. عمرك ما مسكت تليفون وهبته على الارض وتقول هو ما بيشتغلش ليه؟ المصنع ما قالكش تعمل كده. نفس الكلام، جسمك لو فهمت منظومته شغاله ازاي هتاخد منه احسن نتيجه ان شاء الله. طيب يعني ايه صحه؟ صحه هو انك تقوم بامورك الحياتيه اليوميه من مشاويرك ومهامك العاديه من غير ما تحس باي ارهاق او تعب. وخليني اسالك سؤال واطلب منك طلب. عايزك تفتكر اقرب واحد ليك صحته كانت كويسه وهو صغير، ولما كبر برضه ما زالت صحته كويسه. وانا هنا ما اقصدش عمرو دياب، انا اقصد جدك صحته احسن منك. وانا هنا مش بقر عليهم، ما شاء الله ربنا يديهم الصحه وطول العمر يا رب. ولكن جاي اقول لك ان للاسف صحتنا اغلبها وحشه جدا ومش في احسن حالاتها، لان للاسف في اسباب كتيره جدا تخليها مش في احسن حالاتها، واهمها ان كتر الاختيارات اللي موجوده قدامنا اللي كلها كفيله بانها تجيب صحتك الارض. يعني لو انت في مشوار وحسيت انك جعان فطبيعي انك هتدور على حاجه تاكلها، فهتلاقي كل الخيارات اللي موجوده حواليك من محلات ومطاعم الفاست فود هي عباره عن زيت محطوط له اكل، بطاطس في الزيت، لحمه في الزيت، فراخ في الزيت، كميه زيت غير طبيعيه. في حين ان كان جدك وجدتك اصلا عشان خاطر يجيبوا الاكل بتاعهم العادي كانوا بيبذلوا مجهود كبير، وده سبحان الله كان مساعدهم في ان كمان يحسن على صحتهم ويحافظ عليها. طيب ازاي احافظ على صحتي؟ اول حاجه طبيعي انه يكون الاكل، وانا هنا اقصد الاكل الصحي، مش طبيعي مش لازم ان هو يكون اكل غالي، ولكن هو هنا ان قيمته تكون عاليه. معدتك مش مقلب زباله انك ترمي فيها اكل وتسيبها هي تتعامل، معدتك هتحط فيها اكل كويس هتلاقي صحتك. وبما ان احنا اتكلمنا على الاكل فلازم نتكلم على الميه. جسمك 3/4 ميه، واغلبنا مش مهتم بموضوع الميه، ويعني لو انت كريم هتديله كوبايتين ميه، في حين ان جسمك محتاج متوسط من 2 لتر ونص ل 3 لتر في اليوم. تاني حاجه وهو الحركه. جسمك ربنا سبحانه وتعالى عطيهولك عشان تحركه، وكل ما تحركه اكتر كل ما تحافظ عليه اكتر. ولو اخدنا الموضوع بمثال عشان اقرب لك وجهة النظر دي، ان انت لو عندك عربيتين والاثنين نفس الفئة ونفس الموديل وبتحافظ على الصيانات الدورية بتاعتها، بس واحدة مركونة وواحدة بتحركها كتير، هتلاقي ان العربية اللي بتتحرك عمرها 4 أضعاف العربية اللي مركونة. وده لان اللي عامل العربية مش عاملها عشان تتركن، عاملها عشان تشتغل. فافتكر ان الحركة بركة. اخر حاجة وهو انك تنام كويس.
واقصد هنا بالنام كويس يعني عدد ساعات كافي من 6 ل 8 ساعات متواصلين يكونوا في وقت النوم، مش تبقى مشقلب يومك وتقول انا بنام اكتر من 8 ساعات وللاسف جسمك محتاج ان انت تفهمه صح، هو بيحتاج نوم بالليل مش نوم الصبح. وقد ما ال3 خطوات وال3 نقط دي تبان سهله، ولكن الالتزام بيهم محتاج مجهود، بس هتلاقي نتيجه مختلفه تماما في صحتك وتحسن للافضل. ولو انت كملت معايا لاخر الفيديو فده معناه انك مهتم بصحتك وعايز تعرف اكتر عنها، فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، اعمل لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.